ابو طارق، مفيش احسن منه. سيد حنفي، غني عن التعريف. كشري التحرير. طعمه لذيذ طبعا. التلاتة اسوأ من بعض. ايه الصدمه دي؟ ايه يا عم في ايه؟ بيلا حضر، بيلا جايب اقوى 3 محلات كشري على الساحه وهيعمل اللي عليه. طب الله يرضى عليك، سيب الكشري في حاله، هي الحاجه الوحيده اللي بتصبر بيها نفسي. معانا ابو طارق، سيد حنفي، كشري التحرير. احب افاجئك كمان لو اقول لك ان ده مش كشري التحرير، ده مطعم اللي بيقلدوا البراندات الكبيره. يلا بقى اشرب. كل الاطباق كلها جايبينها شبه بعضيها وسعر واحد تقريبا. بقى انا راضي ذمتك، بقى كشري التحرير. ايه التحرير؟ هيحط لك في حاجات بلاستيك زي كده؟ يا راجل حرام عليك. بسم الله. العلبه بتاعتهم كبيره كويسه، شكلها حلو. العلبه كبيره ولا صغيره؟ عايزين نعرف الطعم ايه بالظبط. وبعدين انت جايبها ب 50 جنيه، عايزها تبقى صغيره يعني؟ طيب نسمي الله. عايز اقول لكم كشري التحرير فيه مشكله فيه. ايه ما بيتهضمش؟ الصلصه بتاعته عليها ليا. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ ده انا حتى رايح اكل كشري النهارده. طب سيبني اكل الاول طيب. وانا الكشري اللي بيتحط عليه ليا انا ما بحبوش. عادي يا بيلا، غيرك بيحبه، ايه المشكله يعني؟ الليا بتنزل في البطن بتنفخ. طب لما يكون اللي هي بتنفخ، العدس والثوم يعملوا ايه بقى؟ لكن بعد ما تاكل الكشري كده تحس ان انت مش مرتاح. يا لئيم. انت تقصد يعني صح. نيجي لسيد حنفي. خلي بالك ده المطعم المفضل بالنسبه لي، اوعى تقول كلمه وحشه عليه، انا بقول لك اهو. العلبه كويسه كبيره شكلها حلو. الله، انت ايه حكايه العلب معاك؟ ما تجيبوا له يا جدعان علبتين فاضيين كده يبقى ياكل فيهم في البيت براحته. اسف يا جماعه، كل ده كان هري على الفاضي، معلش حاجوا عليا. بسم الله. سيد حنفي كويس ولكن الصلصه بتاعته ناقصه بهارات. ايوه ناقصه بهارات، ناقصه توم، ناقصه اي حاجه في اي حاجه، اي هري في اي بتنجان. عن التحرير البهارات بتاعته مظبوطه شويه، ولكن سيد حنفي البهارات بتاعته ساقطه. ساقطه؟ هتبقى تذاكر في الملحق. وسيد حنفي هيطلع معانا دلوقتي لغايه ما نجيب السيد حنفي شخصيا زمانه بيدعي عليك يا بيلا دلوقتي، الله يسامحك بقى. طبعا زي ما انتوا عارفين كل ده هري وحشي اونطه كده ملوش اي لازمه. يلا عدي الفيديو. المعلقه جايه في باكج كده شكله حلو برضك، فده كويس برضك. دي ميزه عند ابو طارق غير خلاف سيد حنفي والتحرير. فاضي مش لاقي حاجه يقولها، هو بص على المعلقه كده قال لك اما اتكلم على المعلقه كده واشوفها اخبارها ايه بس. ندوق الصلصه بتاعتهم لوحديها. بسم الله. يا جمل. عليها ليه خروف يا كمان ولا ايه اخبارها دي؟ هوريكم المنظر التاني. الصلصه عامله زي بتاعت ابو طارق، القوام بتاعها كويس ماشي. هندوق برضك مع بعضيها واقول لكم الاخبار ايه. طمني والنبي الله يبارك لك كده، الا يكون ما فيهاش طماطم ولا حاجه كده يعني، نطمن برضه، طمنا يا هيظل ابو طارق اللي اقرب حد ليا بما يرضي الله. الكشري بتاعه كويس جدا، الصلصه بتاعته مظبوطه، ما فيهاش بهارات كتير، بهاراتها مظبوطه. بيني وبينك كده يا بيلا، قابض كام؟ بيني وبينك كده مش هقول لحد، انا مش هقول لحد، بس قابض كام من ابو طارق. ولكن عاملين الصلصه بطريقه حلوه قوي قوي قوي. التخريزه بتاعت الصلصه اللي انتوا شايفينها قدام منكم دي، بص كده، دي الصلصه تحس ان هي مخرزه خلاف بقيه المحلات التانيه. تحس يا ترى الحاج ابو طارق الكبير كرمش لك كام في ايدك؟ قول لي بس، والناس كلها عايزه تعرف برضه، انت الكرمش لك كام من ابو طارق؟